تفتكروا لو أرباح الشركة بتزيد يبقى ده سهم مضمون؟ مش بالسهولة دي. التحليل الأساسي مش بس إنك تبص على أرباح الشركة، أنت بتفهم قيمة الشركة الحقيقية وبتحاول تجاوب على سؤال واحد: هل السعر اللي بدفعه أقل من القيمة اللي باخدها؟ علشان تجاوب على ده لازم تبص على كذا حاجة. أول حاجة الإيرادات والنمو السنوي، تاني حاجة صافي الربح والبروفيت مارجن، تالت حاجة الدين عالي ولا الشركة مديونة بطريقة ذكية. طبيعي إن الشركة يبقى عليها ديون، لكن هل بتقدر تسدد الديون دي من النشاط الأساسي بتاعها ولا لأ؟ نوع القطاع، هل هو بينمو ولا في ركود؟ هل الشركة عندها ميزة تنافسية حقيقية؟ التحليل الأساسي هو العمود الفقري لأي قرار استثماري طويل المدى، بس ما ينفعش تبني عليه من غير ما تكون فاهم الصورة كاملة. في الفيديو اللي جاي هنبدأ التحليل الفني من الصفر، إيه هو وإزاي تقرا صح. نزلوا ابلكيشن EFG هرمس 1 علشان تبدأوا رحلتكم الاستثمارية.